اتساع نطاق الاحتجاجات في أوروميا وأمهرة بعد أحداث العنف الأخير. السلطات الأثيوبية تواصل حجب مواقع التواصل الاجتماعي. 2017 العام الأقل دموية للعاملين في مجال الصحافة والإعلام. من أوروميا ميديا نتورك، سلام الله عليكم. استنكر آلاف المحتجين في عدة مناطق من أثيوبيا مجزرة الاثنين في جالنكو شرق أوروميا. وقال مسؤولون في أثيوبيا في وقت سابق أن 61 شخصا على الأقل قتلوا باشتباكات بين جماعات عرقية مختلفة في منطقة أوروميا في أحداث حلقات العنف الذي يبرز تزايد الاضطرابات في المنطقة التي هزتها احتجاجات دموية عام 2015 و2016. وقال الناطق الإقليمي أديسو أريغا أنه اعتبارا من الخميس الماضي قتل مهاجمون من أصل صومالي 29 من عرقية الأورومو في حي هاوي قدنا وحي دارو ليبو بالمنطقة. وفجر العنف هجمات انتقامية من جانب عرقية الأورومو في حي آخر، ما أسفر عن مقتل 32 صوماليا كانوا يختبئون في المنطقة في أعقاب موجة العنف السابقة، حسب ما ذكرته التلفزيون الرسمي للنظام. واضطرت فيما بعد قيادة أوروميا متمثلا بالسيد لما مجرسة للنزول إلى شوارع المحافظة خشية من انفلات الأمور الأمنية وتزايد الاحتجاجات الشعبية في أعقاب أحداث جالنكو ووقوع اشتباكات عنيفة بين المدنيين والأمن الأثيوبي في إقليم أوروميا. ورصدت أوروميا ميديا نتورك من استمرار هجمات ميليشيات ليوبوليس الصومالية على المناطق الحدودية التابعة لإقليم أوروميا الذي يشهد مصرع عشرات المزارعين. وكان النشطاء قد تداولوا تصريحات حاكم إقليم أوروميا السيد لما مجرسة والمتحدث الرسمي لمكتبه حول أحداث جالنكو ووصفوه بالجبان والمتخاذل. ويأتي الغضب الشعبي على القيادتين الأورومية والأثيوبية ويتزامن معها اندلاع احتجاجات الطلابية في عموم جامعة إثيوبيا تنديدا لأحداث مجزرة جالنكو. وفي ظل صمت الإعلام المرئي والسمعي الموالي للنظام الحاكم، دعا وزير مكتب الشؤون الاتصالات الحكومية دكتور نيغري لينجو وسائل الإعلام إلى تقديم معلومات دقيقة ومناسبة للحفاظ على القيم الأثيوبية للتعايش والتسامح ومنع حدوث الأضرار والدمار. وأدلى الوزير بهذه التصريحات خلال افتتاح تدريب يدوم لمدة شهر ويقدم ل120 من متخصصي الإعلام والاتصالات في المؤسسات الفيدرالية والإقليمية. وقال أنه من المتوقع أن يقدم مسؤول الإعلام والاتصال معلومات وقتية ومناسبة خلال الأزمات الطبيعية والاصطناعية من أجل حماية إنجازات الديمقراطية والتنمية. وأشار إلى أن توفير المعلومات عن الأحداث الرئيسية في البلاد تعتبر الدور الرئيسي للإعلاميين. وأضاف الوزير أن توفير معلومات دقيقة ومناسبة خلال فترة النزاع والكوارث أمر بالغ الأهمية لتهدئة الجمهور ومنع تفاقم الأوضاع. وأوضح الوزير أن مكتب الاتصال الحكومي يقدم تدريبا قصير الأجل وأنشطة أخرى لبناء القدرات لتحسين هذه الخبرة وممارسة اتصال رجال الأعمال والاتصال، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأثيوبية. أصبح من المعلوم أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت سلاحا في غاية التأثير يستخدمه كل من لديه رسالة يريد إيصالها إلى أكبر عدد من الناس. علوم وأنباء واحتجاجات، وفي الأخير تكمن المشكلة. وفي ظل وجود هذه المواقع التي تجعل محاولة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات محاولة بائسة لضرب تراكمات حرية التعبير والتنديد والاحتجاج السلمي، مشكلة خروج بعض الجماعات عن سلطة القانون بدواع عدة، وليس علاج الموقف هو ما يدعو للقلق وفق وجهة النظر الرسمية، وإنما ما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج يمكن أن تنقلها وسائل التواصل إلى أبعد نقطة في الأرض. وتعاني أثيوبيا من انقطاع خدمات
خدمات الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي بأمر من السلطات الأثيوبية بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد بريس. وأفاد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي لقناة OMN أن خدمات الإنترنت وخاصة تويتر وفيسبوك غير متوفر، مشيرين إلى أن الوسيلة المتاحة لاستخدامها هي برامج خاصة لكسر الحجب. يأتي هذا الحجب بعدما ظهرت تقارير عن عمليات متجرة الاثنين في جالنكو شرق أوروميا بأيدي قوات الأمن الأثيوبية وميليشيات ليوبوليس، الأمر الذي أثار غضب عموم الأوروميين في الداخل والخارج. يشار إلى أن خطوة حجب مواقع التواصل الاجتماعي سياسة الأنظمة القمعية، حيث إن بعض الدول منها أثيوبيا تمنع مواقع التواصل الاجتماعي في أراضيها وتعاقب بالسجن كل من يستخدم تلك المواقع. أعلنت المنظمة غير الحكومية مراسلون بلا حدود والتي تتخذ من فرنسا مقرا لها عن مقتل 65 صحفيا خلال عام 2017، وبينهم 50 محترفا و7 صحفيين مواطنين مدونين و8 متعاونين مع وسائل الإعلام بحسب تقريرها السنوي الذي صدر الثلاثاء الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحصيلة تجعل من 2017 السنة الأقل دموية للصحفيين المحترفين منذ 14 عاما، مبررة ذلك جزئيا بأن الدول الخطيرة تفرغ من صحفيها. ومن أصل حصيلة الصحفيين 65 الذين قتلوا من محترفين وغير محترفين تم اغتيال 39 منهم أو استهدافهم بشكل متعمد، فيما قضى 26 أثناء ممارسة مهامهم. وكما في العام الماضي تبقى سوريا الدولة الأكثر خطورة في العالم على الصحفيين مع مقتل 12 منهم في متقدمة على المكسيك وأفغانستان والعراق والفلبين. وإن كان عدد الصحفيين الذين قتلوا في العام خلال 2017 تراجع بنسبة 18% عن حصيلة العام الماضي حيث قتل 79 منهم، فقد بررت المنظمة ذلك بإدراك متزايد لضرورة حماية الصحفيين بصورة أفضل وتزايد الحملات التي قامت بها المنظمات الدولية ووسائل الإعلام نفسها بهذا الهدف، إنما كذلك بكون الدول التي أصبحت في غاية الخطورة تفرغ من صحفيها. وتابعت المنظمة هي حال سوريا والعراق واليمن وليبيا حيث تشهد استنزافا في هذه المهنة. وإن كانت النزاعات المسلحة تهدد حياة الصحفيين الذي يقومون بتغطيتها، إلا أن المنظمة ذكرت أن المكسيك هي الأخطر على الصحفيين بين دول العالم التي لا تشهد نزاعات. ويذكر أن المنظمة مع وكالة الصحافة الفرنسية ووسائل أعلام محلية هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة وتتخذ من باريس مقرا لها، وتدعو بشكل أساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، وللمنظمة صفة مستشار لدى الأمم المتحدة. نهاية الحصاد. إلى اللقاء.